صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، ودي الحلقة رقم 16. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان جانبي: كيف تجعلين الرجل يتحدث؟ عندما ترغب المرأة في التحدث أو تشعر بالحاجة إلى التقرب، يجب عليها أن تقوم بالتحدث، ولا تتوقع من الرجل أن يستهل المحادثة. ولبدء محادثة من الضروري أن تكون هي البادئة بالمشاركة، حتى ولو كان لدى شريكها القليل مما يقوله. وعندما تقدر له إنصاته، سيكون لديه بالتدريج ما يقوله. يمكن أن يكون الرجل منفتحا للحديث مع المرأة، لكن لا يكون لديه ما يقوله في البداية. والذي لا تعرفه النساء على أهل المريخ هو إنهم يحتاجون إلى سبب كافي لكي يتكلموا. إنهم لا يتكلموا من أجل المشاركة، لكن عندما تتحدث المرأة لفترة قصيرة، سيبدأ الرجل بالانفتاح ويبين كيف يتواصل هو مع ما تحدثت هي. على سبيل المثال، إذا تحدثت عن بعض المصاعب التي واجهتها خلال يومها، يمكن أن يشارك هو بالحديث عن بعض المصاعب التي واجهته خلال يومه، وبالتالي سيتمكنون من فهم بعضهما بعضا. لو تحدثت عن مشاعرها حيال الأطفال، يمكن أن يتحدث عن مشاعره حيال الأطفال. وعندما تنفتح هي ويشعر هو بأنه غير ملوم أو تحت ضغط، يبدأ حينئذ بالانفتاح تدريجيا. بعد كده عنوان جانبي بعنوان: كيف تضغط النساء على الرجال لكي يتكلموا؟ المرأة التي تبوح بمشاعرها وتحفز الرجل طبيعيا لكي يتكلم، ولكن حين يشعر هو إنه مطالب بالتحدث، يصبح ذهنه فارغا ولا يكون لديه ما يقوله. وحتى لو كان لديه ما يقوله، فإنه سوف يقاوم لأنه يشعر بمطالبتها. يصعب الأمر على الرجل عندما تطالب المرأة بأن يتحدث. إنها من دون علم تطفئه عن طريق استجوابه، خصوصا عندما لا يشعر بالحاجة إلى أن يتحدث. والمرأة تفترض خطأ إن الرجل يحتاج إلى أن يتحدث، وبالتالي يجب أن يتحدث. إنها تنسى إنه من المريخ، وإنه لا يحتاج إلى الحديث بدرجة كبيرة، بل إنها إذا لم يتحدث فلأنه لا يحبها. وإذا رفض الرجل لعدم تحدثه، فتأكدي إنه لن يكون لديه ما يقوله. إن الرجل يحتاج إلى أن يشعر إنه مقبول تماما كما هو، وعندها سينفتح تدريجيا. إنه لا يشعر بأنه مقبول عندما تريد منه أن يتحدث أكثر أو أن تستاء من انسحابه. والرجل الذي يحتاج إلى أن ينصت كثيرا قبل أن يتمكن من أن يتعلم المشاركة والانفتاح، سيحتاج أولا إلى أن ينصت كثيرا. إنه يحتاج إلى أن يقدر له إنصاته، ومن ثم سيكون لديه الكثير ليقوله بالتدريج. بعد كده عنوان جانبي بعنوان: كيف تستهلين حديثا مع رجل؟ كلما ازدادت محاولات المرأة لجعل الرجل يتحدث، كلما ازدادت مقاومته. والمحاولة المباشرة لجعله يتحدث ليست السبيل الأفضل، خاصة لو كان قد ابتعد كثيرا. وبدلا من التساؤل عن كيف يمكنها أن تجعله يتحدث، ربما يكون من الأفضل أن تسأل: كيف أستطيع تحقيق مودة واتصال وتواصل أفضل مع شريكي؟ وإذا شعرت المرأة بحاجة إلى أن تتحدث أكثر عن العلاقة، ومعظم النساء كذلك، عندها تستطيع أن تستهل أحاديث أكثر، ولكن بوعي ناضج بأن تتقبل فقط، بل تتوقع أيضا بأنه سيكون متوفرا أحيانا ومنسحبا فطريا أحيانا أخرى. فلو كان متوفرا، فبدلا من سؤاله 20 سؤالا أو مطالبته بأن يتحدث إليها، عليها أن تجعله يعرف إنها ممتنة له حقا، حتى لو إنه
استمع لها فقط، بل يجب عليها في البداية أن تحاول أن تثنيه عن الكلام. على سبيل المثال يمكن لماجي أن تقول: جيف، هل لك أن تسمعني قليلا؟ لقد كان يومي متعبا وأريد أن أتكلم عن ذلك. إن ذلك سيجعلني أشعر بالتحسن. وبعد أن تكون ماجي قد تحدثت لمدة دقيقتين يمكن أن تتوقف برهة ثم تقول: إنني أقدر لك حقا حين تنصت لمشاعري، إنها تعني الكثير بالنسبة لي. هذا التقدير يشجع الرجل لأن يستمع أكثر، ومن دون هذا التقدير والتشجيع يمكن أن يفقد الرجل الاهتمام، لأنه يشعر كما لو أن إنصاته ليس له تأثير. إنه لا يدرك مدى قيمة إنصاته بالنسبة إليها، ولكن معظم النساء يدركن فطريا مدى أهمية الإنصات. أن نتوقع أن يدرك الرجل هذا من دون تدريب يعني أن نتوقع أن يكون مثل المرأة. ولحسن الحظ بعد أن يقدر للرجل إنصاته للمرأة يتعلم الرجل فعلا أن يحترم قيمة التحدث. بعد كده عنوان جانبي بعنوان: عندما لا يتكلم الرجل. ساندرا ولاري كانوا متزوجين مدة 20 سنة. طلبت ساندرا الطلاق، وكان لاري يريد أن يصلح الأمور. قالت: كيف يقول إنه يريد أن يبقى على الزواج؟ إنه لا يحبني، إنه لا يشعر بشيء، إنه يبتعد عندما أحتاج أن أتحدث إليه، إنه بارد ولا قلب له. لقد حبس مشاعره 20 سنة. أنا غير مستعدة لمسامحته. إنني لن أستمر في هذا الزواج. أنا متعبة للغاية من محاولة جعله ينفتح ويبوح بمشاعره وأن يكون حساسا. لن تكون ساندرا تدرك كيف ساهمت في مشكلتهما. لقد كانت تعتقد أن كل ذلك كان خطأ زوجها. كانت تظن أنها فعلت كل شيء لتنمية المحبة والتواصل والاتصال، وأنه كان يقاومها طيلة 20 سنة. وبعد أن سمعت عن الرجال والحزام المطاطي في الندوة انفجرت بدموع الغفران لزوجها. لقد أدركت أن مشكلته كانت مشكلتهما. لقد أدركت كيف ساهمت هي في مشكلتهما. قالت: أتذكر في أول سنة من زواجنا بأنني أنفتح وأتحدث عن مشاعري ويقوم هو بالابتعاد فقط. كنت أظن أنه لا يحبني، وبعد أن حدث ذلك عدة مرات توقفت عن ذلك. لم أكن مستعدة لأن أتلقى الجرح مرة أخرى. لم أكن أعرف أنه سيكون في وقت آخر قادرا على الإنصات لمشاعري. إنني لم أمنحه الفرصة. لقد توقفت عن كوني حساسة. كنت أريد أن ينفتح قبل أن أفعل أنا ذلك. بعد كده عنوان جانبي بعنوان: محادثات أحادية الجانب. كانت أحاديث ساندرا أحادية الجانب. لقد كانت تحاول أن تجعله يتحدث أولا بطرح سلسلة من الأسئلة بعد ذلك، وقبل أن تتمكن هي من إشراكه فيما تريد التحدث عنه ستصبح متضايقة من إجاباته المختصرة. وعندما أشركته فعلا في النهاية في مشاعرها كانت النتيجة دائما نفس الشيء. كانت منزعجة لأنه غير صريح وغير ودود ولا يبوح. المحادثة أحادية الجانب يمكن أن تسير هكذا: ساندرا: كيف كان يومك؟ لاري: لا بأس. ساندرا: ماذا حدث؟ لاري: كالعادة. ساندرا: ماذا ترغب في أن تفعل في هذه الأجازة الأسبوعية؟ لاري: لا أهتم. ماذا تريدين أن تفعلي؟ ساندرا: هل تريد أن توجه دعوة لأصدقائنا؟ لاري: لا أدري. هل تعلمين أين دليل برامج التلفزيون؟ ساندرا منزعجة: لماذا لا تكلمني؟ لاري مصعوق وصامت. ساندرا: هل تحبني؟ لاري: طبعا أحبك، لقد تزوجتك. ساندرا: كيف يمكن أن تحبني؟ إننا لم نعد نتكلم أبدا. كيف يمكن أن تجلس هناك فقط ولا تقول شيئا؟ ألا تهتم؟ عند هذه النقطة كان لاري سينهض
ويذهب في نزهة على قدميه، وعندما يعود كان سيتصرف كأن شيئا لم يكن، وساندرا أيضا كانت ستتصرف كأن كل شيء على ما يرام، ولكن في داخلها كانت ستسحب حبها ودفئها. كانت ستحاول أن تكون ودودة في الظاهر، ولكن في داخلها كان الاستياء قد ازداد، ومن وقت لآخر كان سيثور، وكانت ستبدأ استجوابا آخر أحادي الجانب لمشاعر زوجها. وبعد 20 سنة من جمع الدلائل على أنه لم يكن يحبها، لم تكن راغبة أكثر في أن تكون محرومة من المحبة. بعد كده عنوان جانبي بعنوان تعلم تدعيم بعضنا بعضا من دون أن يكون علينا أن نتغير. قالت ساندرا في الندوة: لقد قضيت 20 سنة أحاول أن أجعل لاري يتكلم. كنت أريد أن ينفتح وأن يكون حساسا. لم أكن أدرك أن ما كنت أفتقده هو الرجل الذي يمكن أن يدعمني حال كوني منفتحة وحساسة. هذا فعلا ما كنت أحتاج إليه. لقد بحت لزوجي بمشاعر حميمة في هذه الأجازة الأسبوعية أكثر مما فعلت في 20 سنة. كم أشعر بأني محبوبة. هذا ما كنت أفتقده. كنت أعتقد أن عليه أن يتغير، وأنا الآن أعرف أنه لا يوجد هناك خلل فيه أو فيه. إننا لم نكن نعرف كيف ندعم بعضنا بعضا فقط. كانت ساندرا تشتكي دائما من أن لاري لا يتكلم، وأقنعت نفسها بصمته سيجعل المحبة مستحيلة. وفي الندوة تعلمت أن تبوح بمشاعرها من دون أن تتوقع أو تطلب من لاري أن يبادلها ذلك، وبدلا من رفض صمته تعلمت أن تكون ممتنة لذلك. لقد جعلوا ذلك مستمعا أفضل. وتعلم لاري فن الإنصات. لقد تدرب على أن يستمع إليها من دون أن يحاول إصلاحها. إن تعليم الرجل الإنصات أكثر فعالية من تعليم الانفتاح، وأن يكون أكثر حساسية. وكلما تعلم أن ينصت إلى شخص ما يهم أمره ويلقي مقابل ذلك الامتنان، فإنه سينفتح تدريجيا ويبوح أكثر بصورة آلية. عندما يشعر الرجل بالامتنان له لإنصاته ولا يشعر بأنه مرفوض لأنه لا يبوح أكثر، فإنه سيبدأ تدريجيا بالانفتاح. وعندما يشعر بأنه ليس عليه أن يتكلم أكثر، عندها سيشعر طبيعيا بذلك. ولكنه أولا يحتاج إلى أن يشعر بأنه مقبول، ولو كان لا تزال محبطة من صمته، فإنها تنسى إن الرجال من المريخ. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. ده لو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب، لكن لو بتشوفوني من الفيسبوك فاعملوا رياكت للفيديو، اكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم، واعملوا متابعة للصفحة وشير للفيديو والحاجات الحلوة بتاعت الفيس دي. وبس كده، قبل ما نختم حابة اقول لكم او تفهموا هدفنا كويس، ان احنا هدفنا تقروا بدون ما تحسوا. كل يوم تسمعوا فيديو من 10 دقايق لربع ساعة، ازيد حاجة بتكون تلت ساعة. ده ازيد حاجة خالص، يعني بنكون نقدنا ولخصنا وقرينا كمان. وده ليه؟ علشان اللي مش بيقرا يكون على الاقل بيقرا ولو حاجة بسيطة. يعني على الاقل تكون طلعتوا في السنة كلها ب5 كتب 6 كتب. طب يا ستي انا بقرا وممكن اخلص 6 كتب دول في شهر لو عايزة. حلو، هتكوني قريتيهم، قريتي كتبك العادية، يعني هتكوني قريتي كتبك العادية جدا، وزيادة عليهم ال6 كتب اللي احنا بنقراهم بدون ما تحسي. يعني فعلا وانت بتسكرولي كده لو شفتي فيديو ليا اعملي عليه رياكت واسمعي لي للاخر، هيغير حياتك فعلا. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.